حملة العرش الذين يحملون عرش الرحمن عددهم 8، إما أنهم 8 أفراد أو 8 صفوف، والأظهر أنهم 8 أفراد. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فذكر الله طائفتين: حملة العرش ومن يطوف حول العرش. فالذين يحملون العرش هؤلاء طائفة، والذين يطوفون من حول العرش هؤلاء طائفة أخرى. وتحدث النبي عن ملك واحد من حملة العرش فقال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى. هنا يتوقف العقل البشري. تأملوا يا أحبابي، نحن الآن فوق الأرض السابعة، وتحتنا 6 أراضين، بداية قدمي الملك في الأرض السفلى، ثم يمتد جسد الملك العظيم إلى السماوات العلى، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. يقول النبي عن هذا الملك: وعلى قرنه عرش الرحمن، وما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 700 سنة بسرعة الطير، كأن طيرا يطير من شحمة أذنه إلى كتفه لا يصل إلا بعد 700 سنة. وهذا يدل على عظيم خلق الملائكة. يقول ذلك الملك في تسبيحه لربه: سبحانك حيث كنت. ولما خلق الله العرش واستوى عليه قال لملائكته: احملوه. قالوا: وكيف نحمله وأنت قد استويت عليه؟ قال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوه. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.